انا عملت اللي عليا اعتقد وسلمت الامانه كما امرني الله. خلي بالكم انتم من نفسكم، انا موجود لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا. انا مع ربنا وبس. لو لقيتوني بقى مت اعرفوا ان انا اتقتلت، مش انتحار. مش حاجه اسمها ان انا الضياء العوضي ينتحر، انتهت. الدكتور ضياء الدين شلبي محمد عواضي من مواليد 1979، هو طبيب مصري ومحاضر أكاديمي سابق. الوفاة ديالو خلات لغز عند الكبير والصغير. مات موتة طبيعية ولا تصفية حسابات؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في الحلقة ديالنا اليوم. 19 أبريل 2026 دكتور ضياء العواضي تم الإعلان عن الوفاة ديالو بشكل رسمي. دخل الفندق في دبي، وقبل ما يدخل طلب من الاستقبال ما يوشوشوش عليه، حيت باغي يرتاح، وإلا كان محتاج شي حاجة هو اللي غادي يطلبها بنفسه. داز 48 ساعة ما طلب لا أكل، ما اتصل، ما خرج من لا شومبر ديالو. لا ريسبسيون دخلهم الفضول والقلق، مشاو كيدقوا والو ما كاينش الرد، بحال الا ما كاين حتى شي واحد في داك لا شومبر. ملي فتحوا الباب لقاو السيد ميت. مات موتة طبيعية ولا تصفية حسابات؟ واش كان ضحية لنظام الطيبات ولا ضحية لأعدائه؟ باش نفهموا اكثر موت الدكتور الغامض محتاج نرجعوا شهور قبل باش نحكموا. يوم 7 فبراير بالضبط 2026 اتخذ قرار من رقابة الأطباء بتحويل الدكتور ضياء العواضي للتأديب، وفي 17 فبراير صدر حكم غيابي بإسقاط عضويته من النقابة العامة للأطباء وشطبوا على سميته من جميع السجلات. وآخر حاجة في 10 مارس 2026 سدوا له عيادة ديالو اللي في مدينة نصر وأي مكان طبي تابع ليه. وهادشي كامل ما كانش من فراغ، هادشي كان رد فعل هجومي على نظامات غذائية كيروج لها الدكتور، من بينها نظام الطيبات. وشنو هو هاد نظام الطيبات؟ نظام الطيبات كيركزنا على جوج الحوايج، اللحوم والحبوب. اكل الانسان عباره عن حاجتين متلازمين، الحبوب واللحوم، وان بتوين الشحوم، بس ده اكل الانسان. هو اعتبر هذا الشيء رجوع للفطره وعلاج جميع الامراض، ولكن الاطباء كانوا كيشوفوا العكس، وباللي هذا الترويج ديالو لهذا النظام غادي يخرج على صحه الناس. ولهذا السبب لقى هجوم وتهديد كبير من الاطباء وخبراء التغذيه. ومن بين التصريحات المثيره ديال الدكتور ضياء العواضي اشتهرت بزيرو دواء تقدر تعيش بلا دواء، ودعا المرضى للتوقف عن تناول الادويه التقليديه الموصوفه من طرف الاطباء، واعتبر أن الطعام هو الدواء الوحيد. لقيت ربنا بيقول ايه؟ قل فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا منها حبا. يبقى انا باكل حبوب ما باكلش خضار. يوسف الصديق اما جه خزن حبوب ما خزنش خضار. تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. حتى لهنا شنو بان لكم؟ الموت كانت طبيعية ولا تصفية حسابات؟ باقي بزاف ما يتقال. هادشي شوية من بزاف، الموضوع كبار من مجرد نظام أكل للدكتور ضياء العواضي، حيث هو ما كانش كيطلب غير نوقفوا الأدوية أو نتبعوا نظامه فقط. هو كان كيضرب في مشاريع واقفة على المليارات، صناعة الأنسولين وأدوية الضغط والالتهابات اللي هي نقطة القوة الأولى للشركات العالمية، وهذا الشيء فيه بيزنس وخسائر فادحة. وعلى فكرة عند الله تجتمع الخصوم. أنا رايح لربنا كده والطقم كله اللي بيقف قدامي ده رايح لربنا كده أقف وقول لهم أنا كنت بدافع عن الحق. أقف قدام ربنا وقول له كده. ومن ديما كان كيقول باللي هو مضغوط وكيتهدد ماشي غير من صحابه في المهنه، لا حتى من جهات اخرى كانت شايفه صوته اللي وصل للملايين لازم يتقطع. واللي خلى الكبير والصغير يشك في الوفاه ديالو هو ان الموت ديالو جات في وقت اللي كان كيوجد فيه المشروع خارج مصر، بحال الا كان كيوجد لشي قنبله اللي غادي تفجر الحقيقه. وهذا المقطع من هذا اللايف اللي هنحط لكم دابا كان اسبوع قبل الوفاه ديالو. وسلمت الامانه كما امرني الله.
خلي بالكم انتم من نفسكم، انا موجود لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا. انا مع ربنا وبس. لو لقيتوني بقى مت اعرفوا ان انا اتقتلت، مش انتحرت. مش حاجه اسمها ان انا ضياء العوضي ينتحر، انتهت. وكان هذا اخر لايف للدكتور ضياء العوضي. مباشره من وراه كتخرج مرته باللايف، وكانت عمرها فتحت شي لايف، ومنين خرجت باللايف كتهضر على ان الزوج ديالها اختفى. كانوا لي كومونتير كلها كتكتب كتقلبوا على البوس. انا دكتوره مياده زوج الدكتور ضياء. من شويه كده نزلت بوست ان دكتور ضياء بقاله اسبوع متغيب، ما نعرفش عنه اي حاجه. بس بصراحه يعني حسيت ان يعني في استهتار في الكومنتات، والناس مش واخده الموضوع على صعيد الجد يعني، وان هو الموضوع حقيقي. لا، الموضوع 12 ابريل سافر الدكتور ضياء العوضي، ومن تم تقطعات الخبار ديالو على العائله ديالو. ما بقاش كيجاوب على الاتصالات، التليفون ديالو طفى. خرجوا عائلته بالضبط، الزوجه ديالو كتهضر في اللايف وكتقول باللي الدكتور ضياء العوضي مخطوف. والكماله ديال القصه هي 17 ابريل دخل الفندق بدبي، و19 تم الاعلان عن الوفاه ديالو. الموضوع جد، ودكتور ضياء فعلا متغيب بقاله اسبوع تماما. احنا ما نعرفش عنه اي حاجه، موبايلاته اتقفلت تماما وكأنه اختفى من الوجود. تقرير طبي كيقول ان الوفاه ناتجه عن جلطه قلبيه، ولا توجد حتى شي شبهه جنائيه. ورغم التقرير الطبي طلبت العائله الدكتور ضياء العوضي اعاده تشريح الجثمان داخل مصحه الطب الشرعي في مصر. مريضة كانسر من الدرجة الثانية، كان سرطان فم. اتشخصت ان هو بسبب التدخين، لان انا بحب الشيشه جدا وبشيش كتير. بناء على طلب ناس كتيره قوي ان انا اقول نظام الطيبات. الدكتور ضياء العوضي في ذمة الله، يشهد ربي اني كنت ضده وضد الفكره اللي طلع بيها ومرضى السكري النوع الاول. جماعة أنا ماشية على النظام بقالي 2.5 سنين تقريبا، ورحت للدكتور ضياء العوضي وكنت بتابع معاه على التليفون. وأنا لما رحت له كان عندي مشكلة في القولون العصبي بقالها معايا سنين، ورحت لدكاترة في الإمارات ورحت لدكاترة في مصر والموضوع ما بيتحلش. فأنا دكتور ضياء بعد ربنا كان سبب رئيسي من أسباب اللي أنا أبقى كويسة دلوقتي. وفي النهاية مات الدكتور ضياء العوضي، وخلى لغز محير الكبير والصغير. مات بسكتة قلبية كيف ما جانا في التقاريرات الطبية، أو بسكتة فكرية المنظومة ما قداش تقبلها. وانت ولا انت اللي تبعتي معايا القصة من الأول حتى الآخر، شنو بان ليك؟ خلي الجواب ديالك في التعليق. وما نكروش أن الدكتور ضياء العوضي الله يرحمه برحمته الواسعة في هذا اليوم حرك في كل واحد فينا شي حاجة من نظام التغذية ديالو، وخلى الملايين يراجعوا أسلوب حياتهم. وصيته ان الناس كلها تخف، والناس كلها تاخد بالها من نفسها، والناس تمشي على نظامه.